بقى ايه دلوقتي؟ شوفوا بقى ايه اللحمه دلوقتي. بصوا بدات تخش في السوى تمام اهي. دلوقتي بقى ايه، كنت قطعت البصل بس طبعا الكاميرا ما جاتش. البصل هو متقطع، حط عليه شويه ملح وفلفل اسود عشان ايه ما يغيرش ريحته ما تطلعش. هنحط بقى البصل دلوقتي، نحط شويه بصل ونقلب. نكمل بقيه البصل. بصل حلو بقى، كتري بصل بقى، كتري بصل على قد ما تقدري عشان بس ايه الناس اللي بتقعد تقول لي ما بتعرفيش تطبخي ومامتك بتبقى عامله الاكل اكيد ما بيصدقونيش. بصوا كل البصل بقى كده نديها بقى واحد تقليبه. هو البصل مش كتير، هو البصل دلوقتي هيكش وهنرجع له تاني. نحط بس ايه القطايف اهي، احنا حاشينها بس ايه بقى احنا بنحبها تبقى حادق. تخش الفرن نرصها كده. المفتوحه بقى نعيد عليها تاني. بصوا دي مفتوحه اهي محشيه. بصوا من جوه ايه، جبنه بقى وبسطرمه. مش بحب بقى احط الحاجات دي على الزيت، الطاسه بقى على الزيت وتتقلى وكده زي القطايف العاديه، لا بتبقى الصراحه دسمه قوي. وبعدين هي اصلا الجبنات بيبقى فيها زيوت. رصينا كده كل القطايف اهي كده، ونولع بقى الفرن. احنا مولعين الفرن من شويه وهدخلها هوريلكم بقى لما تطلع شكلها عامل ازاي. بس كده نقفل بقى الفرن. اوريها لكم يا جماعه اكل لازم تشوفوا مصطفى وهو بياكل، هياكل صبع ورا. دلوقتي بقى احنا سيبنا ايه اللحمه تستوي شويه وبعدين نقلناها على العين التانيه. بصوا بقى يا جماعه، بصوا البصل اللي كنا حاطين منه كميه عمل ازاي. دلوقتي بقى ايه قطعنا طماطميتين كده حلوين طرنشات رفيعه تمام وهنحطها عليها هنغطي بقى عليها ونسيبها. واحنا بقى بنغطي عليها دلوقتي هنعمل ايه؟ الرز اللي بالكركم والكاري. ماشي. نحط بقى شويه زيت كده حلوين. دلوقتي نستنى بس الزيت دقيقتين كده ماشي، ونحط عليه ايه الرز بقى. احنا غسلنا الرز كويس جدا 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 عشان بيبقى فيه، نقيناه طبعا وغسلناه وحطيناه يتصفى. الرز بقى متصفي ونضيف. نحط الرز على طول على الزيت ونديله تقلبتين. ليه؟ عشان الرزايه تتشمع ما تبقاش قابله بقى ان هي تعجن والكلام من ده، تاخد كده غلاف كده فوق الوش من الزيت ده فعشان تستوي كويس وما تعجنش. ولا احط الرز من غير ميه هنا كله تقلبتين. تقلبتين حلوين كده الشعريه تمام. تقليبه تمام اول بقى ما يتشمع كده. ونحط بقى عليه ايه التوابل. ده كاري، معلقه كاري كده حلوه، معلقه حلوه، معلقه شويه كمان. ده كاري. ايه مرقه دجاج بس سايبه شويه اتفتحت. بصوا طرف المعلقه كده مش كتير. ليه بقى؟ بتعمل ليها طعم وبتديها كده ايه لذيذه في الموضوع. ماشي. نحط شويه كركم يعني. بصوا الكركم برضو حبه كده صغيرين بطرف المعلقه. تقليبه حلوه. هيبدا بقى ايه الرز يتلون باللون اللي هو ايه بتاع لون الرز البسمتي بقى. انا ما بحبش اعمل بالرز البسمتي بصراحه، بحب طعم الرز البلدي يعني. بصوا لون الرز بقى عامل ازاي. بصوا ده لسه بقى كمان لما يستوي نسيبه كده نديه تقليبه. بعدين نحط عليه ايه ورقتين لورا. انا بحب احط العدد ورق اللورا بالمفرد يعني. بحب احط ايه 3. دي 1 2 3 ورقات. في ناس بقى بتحب تحط عليه قرفه تمام. القرفه بتديله طعم حلو قوي صراحه، بس هي ماما عندي ما بتحبش طعم القرفه قوي في الاكل عشان هتاكل معانا حرام، فعايزين نحط لها قرفه. دلوقتي بقى احنا هنعاير الميه. احنا حاطين 2.5 كوباية نحط عليهم 2.5 كوباية ميه. دي 8 نص. ماشي. تحطي نفس المعيار بتاع الرز اللي انتي غسلتيه ونقيتيه كويس. اديله بقى واحد تقليبه كده. لونه بقى عامل ازاي، لونه بقى تحفه. شوفوا بقى لما يستوي يبقى عامل ازاي. طبعا هحط شويه ملح مش هكتر ملح. ليه بقى؟ لان احنا حاطينا مرقه دجاج ومرقه الدجاج بيبقى فيها شويه ملح. دي حاجه. تاني حاجه مصطفى ما بيحبش الملح، ما بيحبش الاكل حادق، فاحنا ايه مش هنكتر الملح عشان لو اكل حادق وهو صايم مش هياكل. هنحط ايه معلقه ملح بس مش هنكتر.
وبعدين الحاجه لما تطلع ايه ملحها قليل ممكن تظبطيها عادي، لكن لما يطلع بقى الملح بتاعها كتير طبعا خلاص كده الاكله باظت. هنغطي عليه بقى ونسيب الرز لغايه لما يتشرب. بس قبل ما نغطي عليه عايزين بصوا يا جماعه، بصوا مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. الريحه ولا شويه كباب حله ولا نسيبهم كده ياخدوا برضو ايه غلوه مع حالهم وبعدين نطفي عليه. هرجع لكم تاني يكون الرز استوى بعد ما اتشرب. نفلفل ازاي احنا ايه هنغطي عليه بقى دلوقتي لغايه لما ايه المغرب بقى خلاص يبقى قرب يأذن. وهنا هبص على اللحمه بصوا بقت عامله ازاي ولا نسيبها ايه كده تشرب ميتها شويه. دلوقتي بقى هنحمر بطاطس. ولعت على الزيت هنا تمام كده البطاطس وهنعمل ايه بقى سلطه الطحينه دلوقتي كده اهو. هنجيب بقى الطحينه شويه طحينه حلوين كده. بحب سلطه الطحينه قوي. وعليها بقى ايه نص معلقه كبيره كده كمون ماشي. شويه شطه مش كتير عشان ما تبقاش حاميه. نص معلقه بس ايه مش كتير قوي يعني. بقى هنا ايه انا بحب احط توم باودر صراحه، ما بحبش احط توم مفروم. هنا ايه نحط ايه معلقه كده لشويه تاني ماشي. نجيب بقى معلقه ونقلب بقى كده ماشي. نحط لها شويه ملح بس الملح مش كتير يعني. بسم الله. ماشي يا جماعه البهارات ضربت في مناخيري الحمد لله. ماشي نقلب بس كده تقريبا وبعدين نخففها بقى الميه تمام. ميه دافيه كده علشان تفك ما تكلكعش. كل بقى ما الميه تبدا تختفي نزود شويه صغيرين كمان لغايه لما ايه يوصل القوام بتاعها يعني. دي الطحينه بقى البيتي الحلوه كده مش طحينه المطاعم بقى اللي بيحطوا عيش وبتاع والقصص دي. شويه كمان حلوين اهو. نبدا بقى ايه نقلب كده لغايه لما تفك الطحينه في الميه. بس بقى هنحط ايه عصره ليمونه كده صغيره عشان الليمون اصلا بيخلي الطحينه كمان تمسك. ليه بقى انا بحط الليمون في الاخر؟ علشان لو الطحينه خفت مني الليمون يظبطها. لكن انا لو حطيت الليمون في الاول وبعد كده رحت جيت حطيت الميه والميه طلعت كتير لازم ازود طحينه بقى تمام. فكده اهو بصوا القوام بتاعها خفيف شويه. هنحط بقى نص الليمونه دي كده. طبعا ننضفها الاول بس من البذر. انا بحب اعصرها كده على السكينه ما بحبش اعصرها في المعصره الصراحه. اهي بصوا شفتوا قوام الطحينه كان عامل ازاي قبل ما احط عليها الليمونه. بصوا بقى دلوقتي بعد ما حطيت الليمونه عامل ازاي فتحت وتقلت. بصوا اهو. دي بقى ايه عشان تعالجي بيها عشان انت لو ما عندكيش طحينه اخر حبه طحينه مثلا او حاجه في البيت هتعملي ايه قوامها بقى زي الفل اهو. بصوا مش محتاجين حتى نحط نص ليمونه تاني. نجيب بقى منديل ننضف الحوالين ده كده كله هيبقى كويس. لسه بقى احنا بعد ما ناكل هنمسح بقى البوتاجاز اللي طبعا اتبهدل والمواعين والكلام ده كله. بصوا الطبق يبقى شكله نضيف من الجنب كده ما يبقاش مبهدل. بس الطحينه كده اهي احلى سلطه طحينه ريحته تحفه. انا نسيت اقول لكم ان انا هنا حطيت لومي في اللومي ده بيبقى كده شبه الليمون بس متجفف. حطيت واحده لومي في قلب الرز نسيت اصورها. ونبص بصه بقى على القطايف كده. القطايف كده ولا كده بقى الاكل خلاص على التجهيز. هنخلص ونرصه
وبعدين اوريكم الاكل. بس القطايف بقى ريحتها رهيبه. الاكل خلاص قرب يخلص وقرب يجهز، والمفروض مصطفى على وصول. طبعا خلاص احنا في المراحل الاخيره، فانا مش هعمل حاجه تانية، هخلص بقى الحاجات دي كلها واوريكم الاكل وهو على السفره. يلا. ايه رايك؟ لسه ما دقتش. ايه رايك؟ لا بس باين الاكل. انا ما اكلتش غير بلح. العين بتاكل قبل ال لا الله ينور الله ينور. يلا بس مش وقت فيديو، الله يخليك. يلا شوف الجوع، شوف الجوع. شايفين يا جماعه الاكل؟ ولا